السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه نبداو بها كالعاده هي الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات، فرقعتوها باللايكات والكومونتيرات، تبارك الله عليكم، عجبتوني. ايوا بلا ما نوصيكم حتى في هذا تفرقيع باللايكات والكومونتيرات، كل واحد يخلي لايك وكومونتير زوين. المهم كيف ما قلت لكم اي جديد غيبان في الميركاتو غادي يحضر حتى لعندكم لودنيكم واحد بواحد، غير كونوا معايا على القرص. الناس الجداد اللي اول مره كيتفرجوا في ديماراجا تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس واجيو نريحوا مجموعين. راه وقع واحد المشكل، الناس اللي ما كتوصلهمش النوتيفيكاسيون حيدوا ابوني وعاودوا ردوها وتاكدوا من الجرس. وبلا ما نزيد نطول عليكم ويلا ندخلوا للعامر. يلا جر معك ديك الصمته ويلا بالراحه. ناقص 14 يوم، 2 سيمانات بقات ويتسد الميركاتو الشتوي اللي لحد الان كاين انتداب واحد اللي هو الوردي واللي علنات عليه الباج اوفيسيال. واخا هذا عارفينه نخليوه في الجنب، شنو اللي ما عارفينش؟ اخوان غتسمحوا لي نحلوا واحد القوس دغيا ونسدو. فين وصل الاحتجاج على التحكيم اللي كل ماتش كيذبحنا؟ واش غنبقاو صابرين على هذه الحاله؟ ديما حنا الفريق المضرور، ديما حنا كبش الفداء اللي كيطبقوا عليه جميع الاخطاء التحكيميه بالاشكال والالوان. عمرنا نسكتوا على شي ظلم تحكيمي ونغطيو حيت ربحنا، لا هادشي كيزيد يخليهم يزيدوا يستهدفونا ويكملوا في خدمتهم. عاوتاني الماتش الجاي نلقاو شي حكم اخر يضربنا حتى نقزو بزاف عيقتو ونسدوا القوس. عدنا الميركاتو الرجاوي فيه شويه الحركه وكالعاده ضروري من الاشاعات، هذه ما يحيدهاش الطبيب. ويلي كيفاش ما بغيتهمش يركبوا على الموجه وكيفاش ما بغيتهمش يبداو يشوشوا، اي واحد كينقز علينا وسير تكمش. المهم هادشي راه عارفينه ومعايشين معاه من زمان، خاصنا غير حنا ما نبقاوش نديو فيهم ونتكبوا معاهم، راه حاجه عاديه. اي فرقه كبيره ضروري كتبع الاشاعات، غتبدا تسمع اتفاق مع بوغبا عرض الاعاره لمودريتش. المهم حتى حنا خصنا نسمكوا عليهم حيت الغرض ديالهم هو يلفتوا الانتباه ديالنا ويخليونا ما مركزينش في اللي مهم. والمهم عندنا دابا هو التسماك. اكثر سميه خرجات وتسمعات هما ردونا بها هي زكريا فاتي كيف قلنا في الفيديو اللي فات ونعاودوا نقولوها عاوتاني. الراجل ما مهتمش به نهائيا، لا هو لا خافي. الراجل ما بغا تجيب حتى واحد فيهم وما دخلاتش في مفاوضات مع حتى واحد فيهم. بحال هاد الهضره راه عادي تسمعها، راه ماشي اي هضره كتخرج راه صحيحه. هذه هي الخدمه ديال وكلاء الاعمال والسماسريه اللي كيقلبوا على الهمزه. راه سميت فلان لصق مع الراجل، راه هذا لصقو حتى هو مع الراجل. وبعد ما كتخرج هاد الهضره وكيكثر الغا وكيزيد بنادم يسول ويدوي عليه، فراه بطريقه غير مباشره بنادم كيساهم في ارتفاع القيمه السوقيه ديالو. باش الفرق يردوا البال للاعب وفاش كيشوفوا الهضره كثيره عليه كيدخلوا عليه، حاجه عاديه. هذا هو السيستم ديال السوق. فاتي وخافي اللي عندهم نفس الوكيل هو اللي عرضهم على الراجل، ماشي الراجل اللي دوات معاهم. ومع ذلك الراجل رفض تدخل في مفاوضات معاهم لعده اسباب. اول حاجه الراجل تحت اشراف مدير كبير ما باغيش يجيب لعابه ما غيلعبوش ليه في العصبه. اش غيدير بهم؟ راه المطلب الاساسي هو ينفعونا في العصبه اكثر ما ينفعونا في شي مسابقه اخرى. والسبب الثاني متعلق بالجانب التقني. اشنو الفائده ديال تجيب لاعب بديل باش تلعبوا عندك اساسي وما كتدخلش العقل ياك؟ ايوا نساو عليا هاد الجوج. حاجه اخرى، واحد فيهم راه مشجع للغريم وراه عارفينه كاملين، وهذا سبب اضافي اخر. الخصاص اللي كنعانيو منه حاليا كاين في 3 البوستات، صانع العاب، جناح وراس حربه. ولهذا كاين اخبار على 2 عشراوات صناع لاعب، صانع العاب برازيلي وصانع العاب كرواتي. واللي كيقلب على السميه راه هما مودريتش ونيمار. يلا سير تكمش. وغالبا الاقرب غادي يكون البرازيلي، ولكن ما تعرف في اي لحظه يقدر يخرج شي بلان حتى حاجه ما رسميه. وبالنسبه لافا سونتر اللي عندنا فيه خصاص كبير، اكسل مايك اللي ما قدم حتى اضافه للفرقه، 0 بيت، اكسل ميت. وتابعوا بن جديده اللي هبط ليه النيفو بشكل كبير، الا بغى يشد بلاصتو خاصو يخدم على راسو. وخابه اللي كاين لحد الان، والصراحه خاص مع شي مهاجم اخر ضروري حيت واحد ما كافيش. حسب الخيارات اللي مطروحه على الفرقه كاينين 2 مهاجمين، مهاجم كاميروني ومهاجم كونغولي. هادشي اللي كاين حاليا. واش يقدر يتقترح شي مهاجم اخر في الطاوله؟ الا كان مرحبا، ولا احسن فيهم يجي. كل ما كانوا الخيارات بزاف كل ما كتزاد الفرصه تدبر على شي لعاب مزيان، حيت ما كيبقاش عندك خيار محدود واحد ولا 2، كيولوا عندك 3 الخيارات تختار منهم واحد اللي مزيان. وبطبيعه الحال في انتظار التطورات. واخيرا الموضوع ديال الزرهوني اللي حتى هو خد كثار من قيمته باش توضح الصوره للجميع. الحزم سيناو مع المصري اوباما، اذا خاصهم يخيو بلاصه ديال الاجانب باش يسجلوا اوباما مزيان. اللعابه اللي بغاو يتخلاو عليهم الحزم هما الحفيظي والزرهوني ولا
واحد فيهم على الاقل. الحافظي ما بغاش يتفك معاهم بطريقه سلميه بالتراضي، قال لك اسيدي بغى فلوسه وما غيسمحش فيهم، واخا يعرف يبقى غير مريح ما يلعبش. اذا الحزم تلزم عليه يبقى عندهم الحفيظي، بقى الزرهوني. الحزم وافقت باش يمشي ولكن غير بنظام الاعاره. الرجاء اتفقت مع الحزم وعطاو العرض ديالهم، ولكن اللاعب والوكيل ديالو رفضوا. اليوم الرجاء بقياده البدراوي قدمت عرض جديد، وبطبيعه الحال زادوا في العرض المادي. والاداره اللي عليها دابا راه دارتو. الكره دابا في نص التيران ديال اللاعب، الا فعلا بغى يلعب في الرجاء فراه ما غاديش يتردد وغادي يضحي باش يجي كيف ما دار العدد ديال اللعابه اللي خلاو الملايين على قبل يلعبوا في الرجاء. وشي وحدين منهم ماشي حتى ولاد المدرسه، الا بغى يجي مرحبا به، ما بغاش الله يعاونه. جا هو هذاك، ما جاش غادي نطوي الصفحه ونسدوا القضيه بحال حتى شي حاجه ما وقعاش، حيت الرجاء دارت اللي عليها. اللاعب خصو يكمل من عنده، وحنا كجمهور حتى حنا تعلمنا من اخطاء الماضي. جيب هذا جيب هذاك، بغينا فلان ما بغيناش فلان، صافي الله يجعل البركه. حنا كنطالبوا وغنطالبوا بحاجه وحده فقط اللي هي مراكز الخصاص. بغينا نغطيو الخصاص اللي عندنا بلعابه في المستوى واللي غيعطيو اضافه كبيره للرجاء. ما بغيناش لاعب بالاسم، بغينا لاعب مزيان يجي يعطي الاضافه كيف ما كانت سميتو. حيت فاش كنا كنقولوا السميات اللاعب كيكبر ليه الشان، كيولي يشوف راسو هو كرويف. السماسريه كيديروا خدمتهم، الصحافه كيديماريو، القيمه السوقيه كتطلع للسما. وسير انت ديك الساعه جرب تفاوض مع الفرقه والوكيل ديالو، غتبدا تسمع شي اسمينه والريال ما كتشريش بهم. الحمد لله تعلمنا من الاخطاء، وشكرا لشحال من اللاعب اللي عطانا درس انه ما نبقاوش نحلوا لعباد الله كيف ما كان نوعو. واللي بغى الرجاء راه ما غيتسناش يدوي عليه شي واحد. اون فوا كتجي لابير كيوافق بدون تردد وكيسمح في اللي قدامه واللي وراه باش يجي عندنا. والامثله كثيره غتكون طاحت لكم في بالكم. وكا خلاصه حنا مازالين كندعموا الفرقه بجميع مكوناتها، رئيس، مكتب، مدرب، لعابه، طاقم، خدامه، واي واحد باغي الخير وخدام من يجوا في الرجاء. واي تدخل من الجمهور راه غير ردة فعل طبيعيه لا اراديه. اي رجاوي كيبغي يشوف فرقته ديما الفوق الفوق، ما كيبغيش يشوف فرقته كتعاني. والانفعال ديالو غير من الحب الكبير للفرقه، وكيف ما كان الحال كيضحي باي حاجه عنده. والدليل هو حمله تبرعات الرجاء معانا اللي ساهم فيها عدد كبير ديال الناس، الله يكثر خيرهم. وما نظنش شي فرقه ديال بحالنا. وداك الشيء الدم في العروق. والى هنا الاخوان نكون وصلنا للبلاكه. هادشي اللي كاين حاليا لحدود الساعه في الميركاتو الرجاوي. بطبيعه الحال الا كان شي جديد غتلقاو اولا في الانستغرام اللي هو هذا، يلا اجيو كاملين مرحبا بكم، راني ديما تما وكنحاول نجاوب كل شيء. وثانيا هنا في يوتيوب اللي كنعطيو فيه كامل التفاصيل الصغيره والكبيره باش تكونوا كاملين عارفين شنو كاين. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش لي داك اللايك وشي كومونتير زوين. وإلا كان عندك شي سؤال خليه لي في كومونتير وغنجاوب عليه. وإلا بغيتي بارطاجي الفيديو مع صحابك غدير معايا المزيان. وهذا ما كان، ما تساوش لي دوك 3 الحوايج: الصاله، الوالدين، الرجاء، عمرك تفرط فيهم. الرجاء البارح اليوم وغدا، وديما كونوا على القارص.